الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق ورمز الثورات العربية. يجيب على الأسئلة الصعبة: هل فشلت ثورات الربيع العربي؟ وما هي الأسباب؟ وسبل الخروج من النفق المظلم. رسالة قوية من أيقونة الثورات العربية للشباب والأجيال القادمة، يقول فيها: ننتصر أو ننتصر. الموجة الثانية. مرحبا. احنا عشنا خاصة الناس اللي من جيلي تحت يعني شعارات الوطنية، تحت شعارات حب الوطن، خدمة الوطن، الموت من أجل الوطن إلى آخره. هذه الشعارات طبعت شبابنا، طبعت طفولتنا، وأصبحت يعني جزء من ثقافتنا. لكن ماذا وراء هذه المفاهيم، وماذا يجب أن نتعلم يعني من إخفاقات هذه الأنظمة التي أدعت الوطنية؟ الوطن، حب الوطن، هو يمر بالنسبة لهذه الأنظمة التي أرست هذه الأنظمة الوطنية. تونس نموذجا أرست مفاهيم أنه الوطن هو إخراجه من الاحتلال الأجنبي. أوكي، متفقين، ما فيش مشكلة. أنه الوطن هو بناء دولة يحكمها أهل البلد، ومن ثم قصة الدولة الوطنية. إلى حد الآن ما فيش مشكلة، يعني احنا ماشيين في مفهوم أن الوطن هو التحرر من ربقة الأجنبي، الوطنية هي التحرر من ربقة الأجنبي، الوطنية هي بناء الدولة التي تكون يعني بيد أهل البلد. لكن ماذا بعد؟ يعني ماذا بعد؟ ما دور هذه الدولة الوطنية التي بناها بورقيبة مثلا في تونس؟ ما يعني هذه الدولة الوطنية هي في خدمة من؟ وهنا نأتي إلى المفارقة العجيبة في الوطنية وفي الفكر الوطني، هو أن هذه الدولة في آخر المطاف تصبح أولا في خدمة نفسها، ثانيا في خدمة النظام. والنظام ليس الدولة، النظام هو 200 أو 300 شخص الذين يعني يستولون على مقاليد السلطة ويستعملون هذا الجهاز الذي هو جهاز الدولة. في آخر المطاف هذه الدول التي بنيت على حلم أنها ستخدم الوطن، في آخر المطاف أصبحت لا تخدم إلا نفسها، أي البيروقراطية المشكلة لهذه الدولة، ثم تخدم يعني النظام، أي الأشخاص الذين يقودون هذه الآلة، وعلى رأسهم الزعيم الأوحد والزعيم المفدى. وكلكم على كل حال الناس الذين من جيلي يعرفون قصة عبادة الشخصية التي آلت إليها هذه الأنظمة. هذه الدولة التي انزلقت شيئا فشيئا إلى خدمة نفسها وإلى خدمة الأشخاص، أصبحت في آخر المطاف لا تتورع عن رمي المواطنين في السجون، عن ممارسة أبشع أنواع الاضطهاد والتعذيب، عن ممارسة شيء من التمييز بين الجهات وبين المواطنين. وهكذا انتهت هذه الوطنية التي تميزت بأنها أصبحت في خدمة الاستبداد، أو أنها تلوثت بالاستبداد، أصبحت وطنية تمجد الوطن على حساب المواطن، أي أنها أصبحت وطنية تتشدق بحبها لكائن هلامي نظري اسمه الوطن، في حين أنها إما تتعامل مع المواطن كإنسان غير راشد، أو تتعامل معه كإنسان عدو. وهكذا شيئا فشيئا انتهينا إلى هذه المفارقة مرة أخرى الغريبة، أنها وطنية بقدر ما تدعي أنها تحب الوطن، بقدر ما في ممارساتها باين عليها أنها لا تحب المواطنين. بينما الوطنية الحقيقية هي الوطنية التي تعتبر أن خارطة الوطن هي على جسم كل مواطن، وبالتالي فإن أكبر جريمة يرتكبها إنسان هي جريمة التعذيب، لأنك عندما تعتدي على هذا الجسد لهذا المواطن فإنك تعتدي على الوطن ككل، لأن الوطن مرسوم موجود في ذلك المواطن. وبالتالي
انتهينا إلى وطنية بدون مواطنين، وهكذا هجر المواطنون الوطنية، وأصبحت هذه كلمة الوطنية استعملت لها كلمة الوطنجية لكي نسخر من هؤلاء الناس الذين استعملوا الدولة لحسابهم الخاص واستعملوا الدولة لمصالحهم الخاصة، ثم تنكروا شيئا فشيئا للمواطنين، ثم جعلوا منهم مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. ما أفسد إذن الوطنية هو الاستبداد، لأن الدولة الوطنية بالضرورة يجب أن تكون دولة ديمقراطية. أما عندما تكون دولة مستبدة فهي كما قلت تنزلق بسرعة إلى الفساد، وبسرعة تنزلق إلى خلق أنماط من المواطنين، وبصورة تصبح الوطنية بالنسبة إليها مجرد غلاف. وهذا الاستبداد هو الذي أفسد بنفس الكيفية الفكرة القومية، لأنه في آخر المطاف العروبة التي حلمنا بها، وأن بلاد العرب أوطاني، وأن لنا وطن عربي يمتد من الخليج إلى المحيط، كل هذا الكلام الجميل الذي سمعناه على الأقل في جيلي أنا، وكان جيلي يؤمن به أو يعتقد أننا بصدد المشي في طريق هذه الوحدة العربية. ما الذي أفسد يعني هذا الحلم الجميل؟ مرة أخرى الاستبداد، لكن هنا بطريقة مختلفة. الاستبداد أفسد الوطنية عندما جعل الدولة في خدمة صنف من المواطنين، وعندما خلق مواطنين من الدرجة الثانية، وعندما جعل الدولة تحارب هؤلاء المواطنين من الدرجة الثانية. لكن الاستبداد أفسد الفكرة القومية أو جعلها مستحيلة التطبيق، لأنه الاتحاد الأوروبي على ذكر وهو النموذج، هذا الاتحاد لم يقع إلا بين دول ديمقراطية. أنا دائما أقول لأصدقائنا الأوروبيين أنتم عملتم معجزة، لكن هذه المعجزة كانت نتيجة اندثار الأنظمة الدكتاتورية. لو بقي هتلر وبقي موسوليني وبقيت كل الأنظمة الفاشية في أوروبا وبضعة الأنظمة الديمقراطية الموجودة لما تحققت الوحدة الأوروبية. الوحدة لا تتحقق إلا بين أنظمة ديمقراطية. إذن الاستبداد العربي لم يفسد فقط الوطنية، وإنما أفسد أيضا وضع استحالة مطلقة لتكوين فضاء عربي مشترك. وهذا لسبب بسيط، هو أن الدكتاتور يعتبر أن البلد مزرعته الخاصة يتصرف فيها كما يريد، ولا يستطيع أن يقبل لحظة واحدة أن ينازعه في هذا الحكم المطلق أي شخص، لأنه الاتحادات التي تقوم بين الدول فيها دائما وابدا تخلي عن جزء من السلطة، مثلا في العلاقات الخارجية أو في العلاقات الأمنية، دائما وابدا ثم جزء من السلطة المركزية الذي يعطى للسلطة الاتحادية. الدكتاتور عاجز بطبعه عن يسلم ولو ذرة في سلطته إلى أي مستوى يكون فوقه. وبالتالي هذا الاستبداد أفسد الديمقراطية وأفسد الأنظمة القومية، لأنه جعل منها أنظمة غير قادرة هي نفسها على التفاهم. أنتم تذكروا أنه كان هناك يعني في العراق وفي سوريا بلدان نفس الحزب، نفس المنظومة الإيديولوجية، نفس الأفكار، ومع هذا لم يستطيعوا التوحد. فكيف بتوحيد كل أقطار الأمة العربية؟ الدرس من كل هذا، الدرس الذي نستخلصه الآن، هو أنه نحن بحاجة إلى وطنية جديدة، وهذه الوطنية الجديدة ليست مبنية على حب الوطن بما هو مفهوم هلامي، بقدر ما هي مبنية على حب المواطنين. يعني أنت لما تحب المواطنين، لما سياستك كلها مبنية على الاهتمام بالمواطنين، لما أنت مسؤوليتك هي كرامة كل مواطن، إعطاء الحقوق الاقتصادية للمجتمع لكل المواطنين، فبطبيعة الحال أنت تحب الوطن، فبطبيعة الحال أنت ترفع من رفعة الوطن. لكن العكس ليس صحيح. يمكن أن تدعي حب كائن هلامي، وعندما تعذب وعندما تضطهد هؤلاء يعني المواطنين فإن وطنيتك كاذبة. نحن إذن بحاجة إلى وطنية جديدة، كما نحن بحاجة إلى عروبة جديدة، عروبة مبنية على الإقرار بأن الشعوب العربية شعوب حرة ويجب أن تكون لها شخصيتها، وكل شعب عربي يجب أن يحافظ على شخصيته وأن يحافظ على تقاليده وعلى وفي نفس الوقت فإن وجود أنظمة ديمقراطية حقيقة وطنية سيجعلها قادرة
فعلا على خلق هذا الفضاء العربي، هذا الاتحاد العربي الذي أتمناه وأتمنى للأجيال المقبلة أن تتمتع به، حتى يكون لنا ليس فضاء وطني فقط ضيق، وإنما فضاء كبير لأفكارنا، لسلعنا، لأغانينا، وهذا الفضاء نحن بأمس الحاجة إليه. إذا مستقبلنا هو وطنية جديدة مبنية على حب المواطنين وليس على حب الوطن، وعروبة جديدة مبنية على الإيمان بأن هذه الشعوب يجب أن تحافظ على استقلالها، تحافظ على شخصيتها، وأن تتوحد بينها في إطار الدولة الديمقراطية. ومرة أخرى أحلام وأحلام، لكنها ستتحقق إن شاء الله، ننتصر أو ننتصر. والسلام عليكم ورحمة الله. الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق ورمز الثورات العربية. يجيب على الأسئلة الصعبة: هل فشلت ثورات الربيع العربي؟ وما هي الأسباب؟ وسبل الخروج من النفق المظلم. رسالة قوية من أيقونة الثورات العربية للشباب والأجيال القادمة، يقول فيها: ننتصر أو ننتصر. الموجة الثانية